أهلا بيكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا قراية جديدة. الموضوع بتاعها يعني بيشغل ناس كتير. كارما الشخص اللي ظلمك أو حقك من الشخص اللي ظلمك. هل بتاخد حقك منهم؟ هل الفترة اللي جاية دي بيرجع لك حقك؟ بتحاول ترتاح نفسيا شوية من الناس اللي ظلموك؟ ربنا ان شاء الله اكيد بياخد حقك، بس احنا يعني هنساعدك تشوف يعني ازاي ده هيحصل، او ان شاء الله امتى ممكن يحصل ده. ايا كان هو مين الشخص ده، سواء زوج، حبيب، صديق، اخ، قريب، اي حد، يعني مش شرط يكون شخص عاطفي، اي شخص. هنشوف كده هل ان شاء الله ربنا يسهل كده وياخد حقك منهم ويرد لك حقك من اللي ظلمك ولا ايه. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى هتبقى بالحصان ده، والمجموعة التانية هتبقى بالقفل ده، أو بأول حرف من اسم الشخص اللي أنت بتسأل عنه. والحروف هتلاقوها مثبتة في أول تعليق. أديكوا ثواني تختاروا. يلا هنبتدي بأول مجموعة اللي هي اللي بالحصان، اللي هي دي. خلي الحصان ده كده نوقفه هنا كده. ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم. الأول حاجة بناخد طاقتكم انتم، الناس اللي بتشاهد هذه المجموعة، أصحاب المجموعة الأولى، طاقتكم دلوقتي إيه في الوقت الحالي؟ طاقتكم انتم ايه دلوقتي؟ والله انتم ناس طيبين جدا وحنونين جدا، وعندكم تسامح وحب كبير شايلينه في قلبكم. يعني انتم طيبين وعندكم طاقة تسامح قوية جدا. مش بتشيلوا حقد ولا غل لحد، ولا انتوا بتنتقموا لحد. انتوا بس بتستنوا ان ربنا يجيب لكم حقكم، لكن انتم مش بتردوا الإساءة بالإساءة، ولا الغدر بالغدر، ولا الخيانة بالخيانة أبدا. انتم ناس طيبين ومسالمين جدا، ودايما بتحبوا تساعدوا الناس، وقلبكم مفتوح للحب. طيب، دي طاقتكم انتوا. لو انتوا في الطاقة دي يبقى القراية دي بتاعتكم، لو دي مش طاقتكم شوفوا القراءة التانية. طيب، تعالوا كده نشوف طاقة الشخص اللي انت حطيت نيتك عليه، اللي ظلمك او اذاك، وانت عايز تعرف هتاخد حقك منه ازاي. طاقة الشخص ده ايه دلوقتي؟ والله الشخص ده عايش حياته مبسوط ودنيته تمام، يعني ممكن يكون بيعرف أشخاص كتير، متعدد العلاقات، أو داخل مثلا علاقة حب جديدة، أو فاتح مشروع جديد ومبسوط بيه وعايش حياته بالأكتر. ده حد بيخرج بيتفسح بينبسط بوقته. ما عندوش طاقة نضج عالية، يعني ممكن يكون صغير في السن، أو هو طايش كده بتاع حركات، ويحب ينبسط بالوقت ويقضي وقت حلو مع الصحاب والفسح والخروج والسفر. ما بيشيلش، مش شخص ملتزم، يعني ما بيشيلش للدنيا هم، يعني مقضيها زي ما بيقولوا يعني. طيب، ايه صلة القرابة اللي بتربطك بالشخص ده، او المعرفة بينك وبينه ايه؟ هل هي صداقة ولا حب ولا ايه بالظبط؟ هنعرف، نحاول نعرف يعني. الشخص ده ممكن يكون من حد عاطفي. يعني انت كنت معاه في علاقة وكنت متعلق بيه، بس انت دلوقتي خلاص يعني العلاقة دي يعني فيها ابتعاد. انت ابتعدت عن الشخص ده وزعلان منه، رغم تعلقك بيه. انت متعلق بيه بس، لكن انت بعدت عن الشخص ده. الشخص ده بالاكتر ممكن يكون شخص عاطفي، اما كان زوج او حبيب او حد كنت معاه في علاقة عاطفية، دي بالاكتر يعني. او صديق مقرب قوي، يعني كنت بتحبه جدا. طيب، الشخص اللي ظلمك ده هل بتاخد حقك منه ان شاء الله قريب؟ وازاي؟
طيب الكروت اللي جات لكم هارت تو هارت كونفرزيشن، محادثة من القلب للقلب، افتح قلبك واتكلم بصراحة. علاقة قدرية، اترك حبيب الماضي ونظف طاقتك من العلاقة القديمة. طيب الكروت التانية اللي جات لكم برضو فيها opportunity، أموال أو وفرة أو خير. نو، لأ، في خلال الأسابيع القليلة القادمة. دي الكروت المساعدة بتاعت الملائكة اللي جات لكم. طيب نشوف بقى القراية بتاعتنا نبتديها. انت يعني الضرر اللي وقع عليك من الشخص ده انه فضل عليك طرف تاني. طرف تاني ده كان عنده دايما طرف تاني غيرك بيبديه عليك، يا اما اهل او طرف تاني عاطفي. يعني هو بالاكتر لو دي كانت علاقة زواج فهو كان في طرف اخر في حياته. وانت اكتشفت الحكاية دي ان هو كان بيكلم حد او كان في طرف تاني في حياته. بالاكتر دي كانت علاقة فيها شخص اخر غيرك، وانت اكتشفت ده وما كنتش قادر تصدق الحكاية دي. ممكن تكونوا كانت العلاقة بتاعتكم دي كانت علاقة زواج او ارتباط، او كانت رايحة على زواج وارتباط، وكانت علاقة يعني كان فيها ترسيم. بس الشخص ده في حد تاني كان مسيطر عليه وعلى تفكيره. في شخص آخر كان محتار ما بينك وما بينه، يا إما أهله بقى هم اللي كانوا واقفين ما بينك وما بينه، هم اللي رافضين الزواج، هم اللي كانوا متدخلين ما بينكم وما بين بعض وأفسدوا العلاقة دي، بس هو خد صف أهله. أو طرف تاني عاطفي، يعني شخص تاني كان بيتكلم معاه وانت اكتشفت الحكاية دي. ممكن تكون اكتشفت مثلا شات قريته، او حاجة مثلا يعني اكتشفتها صور ليه على الموبايل، حاجات زي كده. المهم ان انت اكتشفت ان في خيانة حصلت منه، او هو فضل اهله عليك. المهم ان سبب المشكلة اللي حصلت ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتسأل عنه ان هو بدع عليك حد تاني، وانت اكتشفت ده، يا اما اهل او شخص عاطفي. طيب يعني ايه، هل هتاخد حقك من الشخص ده او ربنا ان شاء الله باذن الله. الشخص ده ربنا، يعني انت قعدت كتير ودعيت ربنا كتير، دعيت ربنا كتير وطلبت من ربنا انه يعني ياخد لك حقك، لان انت طيب، انت طيب جدا وقلبك حنون ومتسامح وبتقدم الحب والخير دايما. ولقيت مقابل الحب اللي انت اديته دوت ما اخدتش غير غدر وخيانة ويعني شخص كان غير مبالي وغير متحمل لأي مسؤولية. فانت بتقعد كتير بالليل وبتنده على ربنا وبتقول له يا رب خد لي حقي. فان شاء الله باذن الله انت هتسمع اخبار، هتجيلك اخبار وهتعرف ان الشخص ده يعني اتخان زي ما انت، زي ما هو خانك. في حد هيغدر بيه زي ما هو غدر بيك، وهيعرف ساعتها قيمتك كويس قوي. وانت هتنبسط قوي قوي بالاخبار اللي هتجيلك دي، ان الشخص ده ممكن يكون في طرف ثالث سابه وغدر بيه، او خسر فلوس، خسر حاجة. انت هتسمع عنه اخبار هتفرحك. الاخبار دي عن ان في حد نصب عليه في فلوس، الطرف الاخر اللي هو اختاره وفضله عليك طلع مش كويس وغدر بيه وخان وسابه. هتسمع عن اخبار هتخليك تنبسط جدا وتفرح جدا ان الشخص ده هيترد له نفس اللي عمله فيك. في خسارة هيتعرض لها، وانت هتسمع بالخسارة دي او بالخيانة دي او بالغدر ده. في حد هيضحك عليه، هيتلصص كده وياخد منه حاجة ويطلع يجري، يا إما فلوس أو شخص عاطفي حتى هيغدر بيه ويسيبه زي ما هو غدر بيك وسابك. وساعتها هو هيعرف إن أنت كنت القلب الطيب الحنون اللي كان فاضله في الدنيا. بس أنت ساعتها مش هتقبل بده، وهتبقى أنت بقى قوي وجامد ومش هتقبل بعودته ليك. الحكاية دي مش هتاخد وقت كبير، الحكاية دي هتاخد في خلال أسابيع قليلة، يعني من عندك من أسبوع ل3 أسابيع بالكتير إن شاء الله بإذن الله. انت ممكن دلوقتي بتقول لا، انا خلاص تعبت من الشخص ده ومهما حصل مستحيل حتى لو رجع ندمان ان انا ارجع له. وده فعلا اللي هيحصل، انت هتكون ساعتها خلاص شلت الشخص ده من تفكيرك ومش هتبقى عايزه. ربنا هيرضيك بحد معاه فلوس كتير وهيبقى عندك فرص كتير للارتباط. والشخص اللي هيجيلك
الجديد ده هيكون شخص معاه فلوس، او انت ربنا هيعوض عليك بشغل فيه فلوس كتير، في عوض مادي هيجيلك. الكروت هنا بتقول لك ريليز يور اكس، يعني شيل الشخص ده من حياتك، اطلق سراحه وخلاص، هو ما بقاش ده يعني شخص دخل حياتك درس عشان يعلمك ان انت ما تديش اكتر ما تاخد. في محادثة هتحصل ما بينك وما بين الشخص ده، هيكلمك وهيرجع لك وهيحاول يعتذر لك، هيحاول يرجعك تاني بعد ما يتغدر بيه من الشخص اللي خانه وغدر بيه ده. بس انت هترفض، انت هترفض، بس انت هتنبسط وهتفرح قوي ان حقك رجع لك. يعني هو ده المهم عندك، ان انت حقك يرجع لك، لكن انت اساسا مش هتبقى ساعتها عايزه. طيب دي اصحاب المجموعة الاولى، اتمنى ان القراية تكون عجبتكم. وهنبتدي بقى ونروح مع الناس اللي اختاروا للمجموعة المجموعة التانية. التانية اللي هي القفل أو الحروف، وهتلاقوها مثبتة في أول تعليق إن شاء الله. يلا نشوف بقى الحق بتاعك إن شاء الله هيجيلك، وهيجيلك إزاي وإمتى إن شاء الله من اللي ظلمك. أول حاجة بناخد طاقتكم أنتم يا أصحاب المجموعة التانية، طاقتكم إيه دلوقتي في الوقت الحالي عشان تتأكدوا إن القراية دي ليكم أو لا. أنتم طاقتكم دلوقتي إيه؟ أنا اللي قلب الكروت. ماشي ماشي، ممكن نعملها كده. انت كنت في علاقة حب او ارتباط مع شخص، يا اما صديق او قريب، حد من قريب من دمك بقى، من اهلك، يا اما زوج او يعني اخ او اخت، او حد يعني صديق مقرب قوي ليك يعني. بس بالاكتر دي انا شايفاها، انا حاساها يعني ان ده حد من اهلك من دمك، مش حاساها صديق قد ما انا حاساها حد من اهلك. يعني انت مخذول من الشخص ده، اتخذلت جدا من الشخص ده، وانت كنت دايما بتقدم الحب والخير، بس انت ما اخدتش حاجة. فانت عشان كده التو اوف كابس لو هي معدولة كده، ده معناها حب متبادل، وحد قريب جدا من الاهل، من الناس المقربين جدا منك، حد انت بتحبه او بتعتبره توأم روح، ممكن تكون اخ او اخت كمان. بس لما جت مقلوبة كده معناها ان الشخص اللي انت يعني مهم قوي بالنسبة لك ده، خلاص انت علاقتك بيه اتقطعت، وده بسبب الخذلان اللي حصل لك منه. انا هخلي طاقتك هنا. طيب ماشي، اتخذلت انت يا الناس اللي بيتفرجوا على المجموعة التانية، انتوا مخذولين جدا من حبيب، من شخص قريب، اخ اخت، حد من دمك، حد قريب قوي منك. بسم الله الرحمن. ولو ده صديق فده صديق من عشرة طويلة، من سنين مع بعض، يعني مش حد لسه عارفه من شهرين ثلاثة، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه دلوقتي ايه؟ ده طاقة ندم، ندم شديدة جدا. الشخص ده ما بينامش طول الليل من إحساسه بالذنب ناحيتكم. الشخص ده زعلان من نفسه قوي لدرجة البكاء، وممكن يكون ما بيعرفش ينام كويس، بيجيله أرق، بيجيله كوابيس، ضميره بيأنبه، وعنده تأنيب ضمير ناحيتكم. ايا كان الشخص اللي انتوا بتسألوا عنه ده، طاقته دلوقتي يعني انتوا مش محتاجين تقولوا احنا هناخد حقنا منه امتى، هو حقكم بدأ فعلا بندمه وقلقه وتعبه النفسي دلوقتي. طيب نشوف بقى كده بقية القراية.
انت العدالة الإلهية بتاخد لك حقك منه دلوقتي. احنا مش مستنيين نسأل امتى، لان دلوقتي بدأت العدالة، الجادجمنت، الحساب، العقاب، الجزاء الإلهي جايه لك هنا في بطن الكروت. معناها ان الشخص اللي غدر بيك ده او خدعك في شيء او كذب عليك في شيء، حقك بدأ يجي لك. وفعلا هو ندمان وفي حالة سيئة جدا دلوقتي، يعني حقك دلوقتي بتاخده. رومانس، رومانسية وحب. ده حد عاطفي ده. بيسفول ريزولوشن، حل سلمي. يس، انتوا توأم روح. مم. ده حد عاطفي. ممكن يكون ده كان زوج وحصل انفصال. بسم الله الرحمن الرحيم. ريليز يور اكس، خرج الشخص القديم من حياتك. مشاكل عائلية تتحل ان شاء الله. خليك ايجابي وفكر بايجابية. طيب الشخص ده اذاكم وظلمكم في ايه؟ الشخص ده كان ليه سلطة عليكم. ممكن يكون كان زوج، اب الاولاد عندك، بقالكم عشرة طويلة مع بعض، بس الشخص ده كان شخص شوية متسلط وعنيد وتعبكم جدا في حياته، في حياتكم معاه ما كنتوش حاسين بسعادة نهائي. الشخص ده كان شخص جاف في المشاعر وبخيل في العطاء، يعني دايما هو اللي مسيطر على كل الأمور، مش مديكم انتم أي مساحة من الحب ولا من الحنان ولا من أي شيء، بس كان قاسي ومتسلط، وهو اللي بيمشي كلامه وحطكم في طاقة حزن شديدة جدا. كان نفسكم تعيشوا معاه حياة سعيدة، حياة كلها تفاهم وحب، لأن انتوا كنتوا بتحبوه، عندكم مشاعر حب اديتوا له منها كتير. لكن انتم يعني اتخذلتم من الشخص ده بسبب قسوته عليكم والمشاكل. كان في دايما كثير المشاكل معاكم، دايما بيتعامل معاكم بطريقة فيها قسوة شديدة عنيفة. ممكن كان بيعنفكم بالكلام، بالإيد حتى، يعني انتم ما شفتوش معاه سعادة بصراحة. الشخص ده بالأكتر ده كان زوج، وانتوا في تباعد دلوقتي. ممكن دلوقتي الموضوع واقف على طلاق او انفصلتم بالفعل، او حتى لو عايشين مع بعض في بيت واحد انتوا منفصلين نفسيا. يعني كل واحد فيكم، او بالاكتر انتم خلاص ما بطلتوا تحبوه، بطلتوا تحسوا ناحيته باي مشاعر. فالشخص ده يعني ظلمكم كتير جدا بقسوته عليكم، باسلوبه العنيف، كثرة المشاكل اللي حصلت ما بينكم وما بين بعض. كان نفسكم تعيشوا حياة هادية وسعيدة عشان تحافظوا على البيت والأولاد والحياة، لكن الشخص ده بصراحة خذلكم دايما. كل مرة كنتوا بتسامحوه وبترجعوا له كان دايما بيخذلكم. ما يعني الشخص ده ما كانش متعدد العلاقات ولا حاجة، أكتر مكان أو حتى لو، فدي حاجة يعني نادرا في حالات بسيطة قوي. لكن أكتر حاجة واضحة هنا في الأذى اللي الشخص ده سببه لكم، إنه شخص ما كانش بيعتبركم شريك حياة. كان بيتعامل معاكم بفوقية قوي، يعني ان هو احسن منكم، كان شايف نفسه عليكم. كان بيتعامل معاكم، ما كانش بيقول لكم اسراره، ما كانش بيحكي لكم حاجة، ما بيعبرش عن المشاعر. اتعامل معاكم اكنكم يعني عبيد عنده او ناس ما لهمش اي قيمة بالنسبة له. ودي حاجة خذلتكم وتعبتكم نفسيا جدا. الاذى هنا كان اكتر باذى نفسي وجسدي كمان. طيب ازاي بقى ان شاء الله كده الحق بتاعكم هيجي؟ هو الحق يا سام بتاعكم بدأ من اول ما انتم اخدتوا جنب وبعدتوا عن الشخص ده. الشخص ده بدأ يعرف قيمتكم لما انتوا بعدتوا عنه. الاول كان مطمن بوجودكم، وكان عارف ان انتوا طيبين، يعني هتزعلوا بتروقوا بسرعة، بيجي بكلمة بيطيب خاطركم وانتوا بترجعوا تاني معاه زي الأول وأحسن، مفيش مشكلة. يعني هو ما كانش بيعمل اللي يزعلكم حساب. لكن دلوقتي الشخص ده انتوا المرة دي كانت غير كل مرة. انتوا اخدتم قرار ان انتم هتطلعوا الشخص ده من حياتكم نهائيا.
برغم حبكم الشديد ليه وعطائكم الشديد اللي طمع الشخص ده فيكم وخلاه ضمنكم وضمن وجودكم وخلاه يزيد في تكبره وفي عناده وفي قسوته عليكم، انتوا انقلبتوا بقى خالص، مشيتوا وبعدتوا واختفيتوا عن الشخص ده ومشاعركم يعني بردت من ناحيته، ما بقيتوش خلاص عندكم شغف لان انتوا تتكلموا معاه تاني ولا ترجعوا له تاني. الشخص ده بدأت الحكاية تنقلب عليه، بدأ يحس ان لا انتوا وجودكم مهم، وان انتم وجودكم ده بالنسبة له يعني العالم وما فيه، انتم ناس ليكم قيمة عالية. هو كان ممكن وجودكم كان بيديله برستيج حلو وبيخليه مثلا قادر يشتغل ويشوف حياته وشغله وحياته العملية ودنيته بتمشي مظبوطة. اول ما انتوا بعدتوا واخدتوا جنب وبدأتوا تسيطروا على نفسكم وتقووا شوية، الشخص ده بدأ يحس بقيمتكم وبدأ يندم زي ما هو ندمان دلوقتي. لكن هو مشكلة الشخص ده ان هو عنيد ومتكبر وما بيحبش يظهر. ممكن الحالة اللي انتوا شايفينه عليها هنا دي تقولوا لا مستحيل الشخص ده يعني جبروت، ده جبروت، ده ما عندوش دم، ده ما بيحسش، ده مستحيل يكون ندمان، ده مستحيل اصلا يكون عنده ضمير وبيأنبه. لا الشخص ده فعلا ندمان وزعلان جدا من نفسه وما بينامش من كتر التفكير ومن كتر الزعل. لكن هو مشكلة الشخص ده انه شخص كتوم جدا جدا وما بيحبش يظهر ضعفه ابدا، دايما برغم بص الطاقة اللي هو فيها دي لكنه بيظهر القوة، بيظهر القوة والجبروت لان هو اتعود ان هو ما يبانش ضعيف. لكن انتم هتاخدوا قرار ان انتم تسيبوه نهائي. الشخص ده انتوا هتاخدوا قرار تسيبوه نهائي رغم ان هو هيرجع ويحاول يراضيكم. اه صحيح هيعاند شوية، بس هو واضح ان هو بدأت قوته تضعف وعناده ده بدأ يضعف. ليه؟ لانه انتظر كتير ان انتم مثلا ترجعوا زي ما كنتوا الاول معاه وده ما حصلش، فهو هيقرر بقى ان هو يرجع ويحاول يصلح الوضع ما بينكم وما بين بعض تاني ويراضيكم بكلمتين زي ما كان متعود يعمل. لكن هو هيفاجأ منكم ان انتم بقيتم اقوياء جدا وما بقيتوش زي زمان بتسمعوا اي كلام وتجروا عليه. انتم عايزين حياة مستقرة، عايزين حياة حقيقية. لو انتم مش في علاقة ارتباط وزواج فانتم عايزين هتقولوا له يا اما ارتباط وزواج وحاجة حقيقية وتلتزم معانا، يا اما خلاص. ولو انتم اساسا مرتبطين في زواج وفي علاقة رسمية انتم هتطالبوا الشخص ده ان هو يعني يا اما يغير من طباعه ويغير من اسلوبه ويكون اسلوبه كويس معاكم، يا اما انتم هتسيبوه نهائي. في كل الاحوال انا شايفه ان شاء الله المشاكل اللي ما بينكم دي هتوصلوا لها الحل من بعد كلام ومحاولات عديده من الشخص ده ان هو يراضيكم ويرجعكم تاني. لان الشخص ده عنده مشاعر حب ناحيتكم لكن هو لا يعبر عنها. شخص شويه عنده الانا العاليه شويه قويه، عنده جبروت شويه الشخص ده. لكن في حل سلمي وان شاء الله انتوا يعني الامور هتتحسن ما بينكم وما بين بعض والاختيار ليكم يا اما تكملوا مع الشخص ده او لا. طب احنا ممكن نسحب لكم كارت، هل الشخص ده فعلا هيتعادل معاكم؟ هل تسامحوه؟ هل تديله فرصة تانية ولا لا؟ اه الشخص ده ممكن، يعني كارت الصبر هنا بقول لك اصبر عليه شوية. الشخص ده بيعمل ممكن يستشفي من مشاكله النفسية اللي عنده دي. ممكن يكون الشخص ده يعني هو اتعود على كده من صغره، يعني ان هو يتعامل بالاسلوب الجاف ده، ما شافش حنية يعني زمان وهو صغير او حاجة زي كده. بس الشخص ده بيقول لك اصبر عليه شوية اديله فرصة تانية. يعني الشخص ده ممكن الطباع والحركات اللي كان بيعملها دي ممكن لو انت صبرت عليه شوية ممكن يتغير. الشخص ده هيغير طريقته واسلوبه بس محتاج صبر، وطبعا ده قرارك في الاول وفي الاخر، يا تقبل او ما تقبلش، دي حاجة بتاعتكم انتم. ممكن نقول الابراج اللي طلعت عندنا: برج الحمل، برج الحوت والعقرب، ومعانا برج القوس والحوت مكرر مرتين، والسرطان. الابراج المائيه والناريه والترابيه كل الطاقات موجوده، بس دي الطاقات اللي طالعه اكتر. طبعا معانا كارت العالم يعني كل الابراج موجوده. اتمنى القرايه تكون عجبتكم واعرف رايكم في التعليقات.